ازاي ممكن تدخل نقاش وانت معاك الادله والرسائل ويمكن كمان سكرين شوت وفي الاخر تخرج معتذر، او الاسوأ من كده تخرج وانت نسيت اصلا كنت بتتخانقوا على ايه؟ معظم الناس فاكرين ان اي نقاش بيتحسم بالمنطق بالادله وبالارقام، 1+1=2، لكن الحقيقه في العلاقات عكس كده تماما. الصراع الحقيقي اللي بيحصل في اي خناقه او نقاش زوجي مش صراع مين صح ومين غلط، ده صراع بين المنطق والعاطفه. الراجل لما بيدخل النقاش بيبقى داخل وعنده هدف واحد محدد، انا عايز اثبت النقطه دي، عايز احل المشكله دي. لكن الست في كتير من الحالات مش بتكون داخله عشان تكسب او تثبت مين اللي صح، هي داخله عشان تكسب الاحساس، عايزه تحس انها مسموعه مقدره وان مشاعرها واصله لك. وهنا بالظبط بتبدا الفجوه الكبيره. اول ما الطرف الثاني يحس انه بيفقد السيطره على النقاش بالمنطق، القواعد كلها بتتغير فجاه. بدل ما يكون النقاش منطقي ومباشر ومحدد في موضوع واحد، بيتحول فورا لنقاش عاطفي ومتشعب وغير قابل للحسم. تعال نشوف ايه اللي بيخليك تخسر النقاش وانت مش فاهم اصلا ايه اللي بيحصل حواليك. اول اسلوب هو الهجوم العكسي. بدل ما ترد على كلامك وتناقش الموضوع الاساسي، تلاقي الكلام اتقلب انت دايما بتهاجمني، انا زعلانه من طريقتك واسلوبك معايا. فجاه تلاقي نفسك سبت المشكله الاساسيه وبقيت واقف بتدافع عن نفسك وعن نبره صوتك وطريقتك. تاني اسلوب هو تفريغ المشكله، تحويل النقاش من موضوع واحد محدد ل10 مواضيع تانية مالهمش علاقه باللي بتتكلموا فيه. تلاقي نفسك بتقول هو احنا كنا بنتكلم في ايه اصلا. تالت اسلوب هو تغيير معنى كلامك، يعني مثلا تقول نقطه معينه فيترد عليك يعني انا غبيه، يعني المفروض اسكت وما اتكلمش خالص. هنا انت بتتحول من شخص بيشرح وجهه نظره لشخص بيبرر ويدافع عن حسن النوايا. رابع اسلوب بقى هو الهروب بالاحباط. لما تسمع جمله زي خلاص انا تعبت، انا دايما غلطانه وانت الصح، الجمل دي بتجبرك انك تنهي النقاش فورا عشان ما تبانش انك شخص قاسي وجاحد. خامس اسلوب هو الصمت والتجاهل، انا مش هرد عليك. الحركه دي هدفها الاساسي انك تخرج عن تركيزك وتفقد ثباتك الانفعالي. سادس اسلوب بقى هو اغراق التفاصيل، فتح دفاتر قديمه واحداث من سنين فاتت ومواقف ملهاش اي علاقه بالنقاش الحالي. قصه حصلت من 3 سنين في فرح بنت خالتها بس عشان تتوه في وسط التفاصيل. انت مش بتخسر النقاش لان موقفك ضعيف او لانك غلطان، انت بتخسر النقاش لانك وافقت تلعب بقواعد مش بتاعتك، قواعد ملهاش علاقه بالمنطق من قريب او من بعيد. وهنا بنوصل للسؤال القنبله، هل فعلا الست بتعمل ده عن عمد وبشكل مقصود، ولا الراجل هو اللي مش فاهم طريقه تفكيرها وسيكولوجيتها؟ تامل كده معايا في اللي بيحصل وسط الكلام. لما تعمل تصرف معين تلاقيها بتقول لك انا عارفه كويس انت عملت كده ليه، بس الحقيقه انها مش عارفه ولا حاجه. هي ما دخلتش جوه عقلك وعرفت نيتك، هي دخلت جوه عقلها هي وافترضت ان دوافعك انت لو كنت مكانها هتبقى نفس دوافعها وطريقه تفكيرها. عشان كده في اغلب الاوقات التفسيرات دي بتكون عباره عن اسقاط نفسيتها هي، مش قراءه حقيقيه لشخصيتك انت. لو ركزت وسمعت بذكاء هتكتشف انها وهي بتلومك هي بتقول لك هي كانت هتعمل ايه لو هي مكانك، مش انت فكرت ازاي. وده بيفسر لك ليه ستات كتير بيلاقوا اعذار ومبررات بسهوله جدا لاي ست تانية غلطت، لانهم ببساطه بيشوفوا نفسهم مكانها وبيتعاطفوا مع مشاعرها. ومن هنا بتظهر السلوكيات اللي بتجنن رجاله كتير وما بيكونوش فاهمينها. طيب بعد ما فهمنا اللعبه وسيكولوجيه الحوار ده، تفتكر ايه هو الحل؟ الراجل يتصرف ازاي عشان يحافظ على صحته النفسيه والانجابيه؟ الحل انك تغير طريقه لعبك بالكامل من خلال 4 خطوات اساسيه. الخطوه الاولى، اوعى تبلع الطعم. اول ما تلاقي النقاش بدا يتفرع ويدخل في جمل زي انت دايما بتهاجمني او يعني انا غبيه، اهدى تماما وافتكر ان ده فخ هدفه انك تتوه. ما تدافعش عن نفسك وما تبررش وما تقولش لا ما اقصدش، خليك هادي ورجع السهم للموضوع الاساسي. جمله واحده وثابته، انا بحبك ومقدر زعلك بس تعالي نخلص النقطه الاساسيه دي الاول وبعدين نتكلم في اي حاجه تانية. الخطوه الثانيه، اكسب الاحساس الاول. احنا قلنا ان المراه بتدخل النقاش عشان تكسب الاحساس بالامان او انها مسموعه. لو دخلت بالمنطق على طول وهي مشحونه عاطفيا مش هتسمعك اساسا. الحل هنا ذكي جدا، اسمه التقييم العاطفي. يعني قول لها انا مقدر جدا انك زعلانه ومضغوطه وحاسس بيكي. الجمله دي بتمتص 80% من غضبها وبتخلي عقلها يبدا يهدى ويستقبل منك الكلام المنطقي اللي هتقوله بعد كده. اما الخطوه الثالثه، اسحب المشاعر من الكلمات. لما تلاقيها بتقول لك انت عمرك ما وقفت جنبي، المنطق بتاعك هيخليك تفتكر ال50 موقف اللي وقفت فيهم جنبها وتتحمق وتتعصب. لكن سيكولوجيه الست هنا بتقول ان كلمه عمرك ما وقفت جنبي معناها الحقيقي انا دلوقتي حالا حاسه اني لوحدي ومحتاجه لك. رد على المعنى مش على الكلمه، قول لها انا معاكي دلوقتي وموجود عشانك، ايه اللي مضايقك. اما بقى الخطوه الرابعه والذهبيه، حط حدود للنقاش المتشعب. لو لقيتها بدأت تفتح دفاتر قديمة من سنتين فاتوا وما تدخلش معاها في تفاصيل مواقف قديمة وتنسوا مشكلة النهاردة، اقفل الباب ده بلطف وحسب. الموضوع ده فات وقفلناه، لو لسه مزعلك هنتكلم فيه بس لوحده، بس خلينا النهاردة في المشكلة اللي احنا فيها عشان نحلها ونرتاح. في النهاية يا صديقي، الذكاء في العلاقات مش انك تطلع منتصر،
لانك لو كسبت القضيه وخسرت شريك حياتك فانت خسران في الحقيقه. الفكره كلها انك تفهم ان اللغات تختلف، انت بتتكلم لغه ارقام وحلول وهي بتتكلم لغه مشاعر واحتواء، واول ما تقدر توفق اللغتين صح هتعرفوا توصلوا لنقطه تفاهم من غير ما حد فيكم يخسر التاني. وانا جاي عشان اقول لك الضمن. سلام.